بسم الله. اهلا بيكم. طبعا واضح عليا ان انا حزين، ويصادف ان نفس اليوم، يعني دلوقتي دخلنا في الساعة بعد الساعة 12، بس يصادف برضو ان انا نفس اليوم ده، اليوم اللي قبل يوم السنة اللي فاتت 7/5 عملت فيديو اسمه حزين شوية. ويصادف ان نفس اليوم ده برضو ومستمر معايا لحد اهو 8 مايو 2025. مصادف معايا ان انا حزين برضو. ده شيء غريب يعني، واكيد دي مش مصادفة، اكيد دي ليها معنى برضو، بس مش عارف المعنى بتاعها ايه صراحة، ومش مهتم ان انا اعرف يعني سبب الموضوع ده ايه، يعني فاهمين قصدي. المهم، خلينا نخش في الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه معاكم في الفيديو ده. وعلي الصوت شوية عشان انا صوتي موطي، عشان انا اساسا يعني حزين شوية، فمش محتاج ان انا يعني اقول لكم ان انتوا يعني محتاجين ان انتوا تعلوا صوتكم، محتاجين تعلوا الصوت شوية بتاع الموبايل بتاعكم علشان تسمعوني كويس. عشان انا صوتي مش عالي، دي حاجة. عنوان الفيديو بقى، او الفكرة، او عنوان الفيديو يعني نبطل نعقد شوية الفكرة ومش الفكرة والهقرة الحاجات دي. عنوان الفيديو بيقول ايه؟ هو انا لازم انجح عشان عندي صحاب من نفس المجال؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو انا عشان انا يوتيوبر، تمام، ولكن ما عنديش صحاب يوتيوبرز، ما عنديش صحاب رابرز. برضو انا كنت في الراب، برضو كان عندي نفس المشكلة، بس يعني عرفت، في ناس عرفتني والحمد لله كسبت شهرة. يعني مش شهرة واسعة، ولكن كسبت شهرة إلى حد ما. ولكن الموضوع بتاعنا النهاردة هو أنا لازم يعني إيه عشان أتعرف وكده، لازم بقى أتعرف على ده وأتعرف على دي وأتعرف على اليوتيوبر ده وأتعرف على البلوجر ده وأتعرف على مش عارف إيه، وعشان يعملوا لي شير ومش عارف إيه. معرفش يعني هل ده هو ده يعني يخليني إن أنا لازم أعمل كده ولا إيه؟ يعني أنا بقالي بعمل فيديوهات، بقالي عامل لحد دلوقتي 166 فيديو على اليوتيوب، فدي حاجة غريبة يعني، وموصلتش للناس، يعني موصلتش للناس لسه. فاكر ان انا هوصل مثلا بسرعة، اقدر اوصل وكده وبتاع، بس ما لحد دلوقتي موصلتش، ومش عارف اوصل امتى ولا هوصل ازاي، ومش عارف ايه المؤشر اللي انا اخده من الناس علشان اعرف ان انا كده وصلت للناس فعلا. فاهمين قصدي؟ فده الموضوع. ممكن اقفل دلوقتي الفيديو، بس انا مش هقفله، انا هقعد معاكم شوية، عايز اتكلم، عايز ادي حزني جانب من الجوانب اللي هي تحسسني ان انا يعني ايه، بحاجة الى relaxation و let it go و free mind، حاجات كده ليها علاقة بال بال بالعقل، عشان الواحد يعرف ان هو يبقى مرتاح ويعرف ان هو يبقى كويس. مش عارف اتكلم في ايه بالظبط، بقدر ما انا عايز اقول لكم ان انا حزين، مش عارف بسبب ايه بالظبط، بس انا يعني عارف بعض الاشياء، بس انا مش عايز اتكلم فيها عشان يعني ما احسش بخجل يعني وكده. بس مش عارف عيني بتوجعني ليه، حاسس ان عيني بتوجعني، مش عارف ايه السبب بصراحة، بس يعني اكيد يعني هترتاح كمان شوية، يعني عيني هتبقى كويسة شوية شوية. مش عارف صراحة الواحد ممكن يتكلم عن ايه، بس مش عارف بالظبط الواحد ممكن يعمل ايه
عشان يوصل للناس. يعني اكيد ده مقدر، واكيد ده يعني شيء يعني مثلا لو كنت بغني راب اصدعك شوية بقى. لما كنت بغني راب وكده، لما اتعرفت وكده، بسبب ان انا حصل لي يعني مشاركة ما بيني وما بين فنانين تانيين، وما بيني وما بين ميوزك ميوزك انجينير، يعني مهندس صوت وكده. المهم يعني كان بيني وبين ناس تانية حصل ما بيني وما بينهم مشاركة، فاتعرفت. يعني نزلت شغلي على النت وكده، فاتعرفت وناس شافتني وناس عرفتني وكده. ولكن بما اني انا لوحدي، حاسس ان انا بدن في ملطة. يعني بكلم نفسي مثلا، او بكلم الكاميرا، وانا بكلم الكاميرا بس برضو انتوا بتشوفوها، برضو بتشوفوني برضو بعد كده. بس مش عارف يعني، آه مش عارف ايه السبب. لازم يعني اتعرف على ناس، لازم مثلا اعرف ناس تانية، لازم يحصل مشاركة بيني وبين حد. مش مش مهم ان انا اللي انا بعمله ده بعمل فيديوهات وانزلها على النت وكده. فممكن اكيد كل شيء وارد، الموضوع يتعرف والناس، اوصل للناس. بس انا السنة بقالي حوالي يعني، ده الفيديو رقم 167. 167، فده رقم مش قليل. يعني حاسس ان ده رقم مش قليل. فاكيد يعني برضو الواحد يعني يبقى عنده سنة عقل، يستمر ولا يوقف ولا يعمل ايه بالظبط ولا ايه. مش عارف. بس وانا في احساس يعني ان انا مش في مجال ان انا اقول لكم بقى لا ده انا لازم اكمل، ده انا لازم استمر، ده انا لازم، ده انا لازم، ده انا لازم. وانا ما عنديش القدرة دلوقتي ان انا اقول كده، علشان انا حزين اساسا. ف... فمش عارف يعني ايه الموضوع بالظبط، وايه القصة، وايه المفروض اعمله. مش عارف. بس حاسس ان الناس اللي بتنجح هي الناس اللي بالشكل ده، يبقى عندها صحاب، يبقى عندها مشاركات مع يوتيوبرز تانيين، مشاركات مع بلوجرز تانيين، مشاركات مش عارف ايه. الا بقى ناس المجانين بقى زي وائل الصديقي، زي بهجت صابر، دول اللي هم خارجين عن النظام خالص. فده دول لوحديهم وناجحين من ناحية ايه؟ ان هم معروفين، الناس عارفاهم وبيشوفوهم ويتفرجوا عليهم وكده. دول خارجين عن النظام، وانا مش عايز صراحة اخرج عن النظام، واخرج بقى عن الدماغ بقى، وواحد دماغه تسوحه ومش عارف ايه والكلام ده كله. واحد عايز يبقى مستقر ذهنيا ومستقر بني ادمانيا. تمام، يبقى بني ادم يعني، عشان الواحد يعرف يتعامل مع الناس، ويعرف يحس ان هو انسان كويس ومش عارف ايه والكلام ده كله. بس فهي دي الفكرة. فانا مش عارف يعني، بشوف الناس اللي هي بتنجح بالشكل ده. يعني واحد زي كده، انا مش عارف هل انا هنجح على اليوتيوب. يعني انا دلوقتي داخل في سنة اهو، مش داخل في سنة، انا دلوقتي يعتبر بقالي سنة على اليوتيوب بعمل فيديوهات. أنا مش عارف بقى ده مؤشر ان انا استمر ولا نبطل ولا اعمل ايه. المهم عشان مطولش عليكم ولا اطول، الموضوع مش هيزعج يعني حد يعني. المهم ده التلفزيون بتاعي، وانا الشاشة بتاعتكم، واللي انا بقدمه ده يعتبر المنتج بتاعي. واكيد اللي عايز يتفرج بيتفرج وينبسط، واللي مش عايز يتفرج ما يتفرجش وما ينبسطش. الموضوع سهل وبسيط، ومفهوش اي يعني ضغوط نفسية، ولا ضغوط انتاجية، ولا ضغوط بقى اعلانات والكلام ده كله. فمش عارف آه، مش عارف يعني ممكن اعمل ايه صراحة.
يعني مش عارف اعمل ايه. انا بصور في مكان حاسس ان هو كويس، ما فيهوش اي مشكله، شكلي مقبول، حاطط اضاءه بتكلم من خلالها، بتصور بتليفون لحد ما كويس. انا مش شايف هل مثلا الموضوع محتاج حد يشوفني فيعمل شير فالناس تعرفني ف مش عارف بالظبط المفروض اعمل ايه. ف فده مسبب لي ازعاج ومسبب لي حزن لحد ما، وحاسس ان انا بعمل كل خطوة بعملها في الموضوع ده بحس ان انا بعمل نفس الخطوة اللي قبل كده، او بتقدم خطوة صغيرة. فمش عارف هل ده يخليني اعمل ايه بالظبط، فاستمر ولا مستمرش، ولا اكمل ولا ما اكملش، ولا ايه بالظبط. انتوا ايه رايكم يعني في الموضوع ده؟ فمش عارف، بس اكيد هعرف يعني الواحد برضو في الدنيا دي يعني موجود علشان يتعلم ويفهم ويعرف ازاي ينجح، ويعرف ازاي يوصل للناس. مع اني انا قلت قبل كده ان انا مش مستني انجح في فيديو. اه صحيح مش مستني انجح، بس يعني ايه، مش نجاح اللي هو الفظيع، ولكن يعني احس ان انا اوصل للناس. يعني انا عايز اوصل للناس، يعني دي حاجة مهمة جدا يعني بالنسبة لي، ان انا اوصل للناس والناس تشوفني وتتفرج عليا وتتعلق عندي على الفيديو، واشوف تعليقات مختلفة من جميع الاعمار ومن جميع البلدان العربية، وممكن الناس اللي هم عايشين عرب او مصريين عايشين برا خارج مصر، في اوروبا، في امريكا، في استراليا، يعلقوا عندي برضو، بحيث ان انا اشوف تجارب مختلفة، اشوف افكار مختلفة، اشوف مفاهيم مختلفة، بحيث ان الواحد ما يبقاش ان هو الدنيا تبقى ضيقة عليه وتبقى خانقاه وحاسس ان هو آه، مش عارف يعمل ايه. فاهمين قصدي؟ فده اللي انا بفكر فيه صراحة يعني، واللي انا بشوفه ان هو ممكن يتحقق او ممكن يحصل يعني. مش عارف امتى بس ممكن يعني، ليه لا يعني. ومع اني كمان انا اصلا مش بستفاد من اليوتيوب ده بفلوس ولا باي حاجة، غير ان انا بشارك تجربتي الحياتية في الحياة معاكم. فاهمين قصدي؟ فهي دي الفكرة بقى. آه بقالي 13 دقيقة بتكلم، فدي حاجة كويسة. يعني عشان اخرج الحزن اللي جوايا ده، ممكن اقعد معاكم دقيقتين كمان وبعد كده يعني اقفل الفيديو. بس فهي دي الفكرة، يعني هي دي الفكرة. احاول برضو ان انا معقدش الامور، عشان حاسس ان انا ممكن اكون معقد الامور شوية، بس انا معقدهاش قوي يعني. بس انا كلامي ممكن يكون لبعض الاحيان عقلاني الى حد كبير. فده يعني المصريين او العرب معرفش يعني، ما عنديش فكرة، بس اكيد في ناس زي كتير، في ناس زي كتير بتفكر بطريقتي، بتفكر باسلوبي. وده السبب ان انا بعمل كده، عشان ما احسش ان هو اللي زي ده يحس ان هو لوحده، او يحس ان هو مفيش حد زيه، فيحس بوحدة ويحس بملل ويحس بأحاسيس مش تمام. اكيد في ناس زيي، فده هيخليهم ان هم يكونوا اشخاص احسن وافضل ان شاء الله. آه بس كده، لحد ما خففت شوية عن نفسي وقللت الحزن شوية، وان شاء الله خير يعني. انا متفائل، واكيد اللي جاي احسن واللي جاي افضل، وممكن يحصل الدنيا تتشال من رأس العقب، او رأس العقب. مش عارف لو قلتها صح ولا غلط، بس يعني هو ده المعنى اللي انا اقصده، من رأس العقب. مش عارف، المهم ممكن الدنيا تتغير يعني في يوم وليلة يعني، فأكيد ده ممكن يحصل.
بس كده، شكرا لكم، وكان معكم وائل حامد. اشوفكم على خير، ومع السلامة. السلام عليكم، وإلى اللقاء.